الإمام عبد الرحمن الفيصل والد الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا طرد الأتراك من الأحساء، ودخل الأحساء يرحبون بأهل الأحساء، ومن ضمن المرحبين شاعرهم المشهور سليم عبد الحي، يقصد بالإمام عبد الرحمن الفيصل محيي ومرحب به، وهو الكلام القليل من الكثير في أهل العوجة. يقول سليم عبد الحي: للشيخ نهدي جزيل السلام، عد ما هلهته في الغمام، أو بطاحا زجر الرعود، أو ناض برق بجنح الظلام، أو جانا ليل وضي النهار، أو رف طير بجناحه وحام، أو روجع عنا الغنى الساجعات، أو ما تجاذبن اللحون الحمام، أو هب ذاري نسيم الرياح، أو طاف وافد البيت الحرام. أهلا وسهلا بحسن تهليل، مدة شهور وجملة أعوام، رحب فلاين حصيله إعداد، من لبجوف الفتى المستهام، وانوج من المسك فايح عبير، الياساق نفحة نسيم الولام، وابها من الدر من فوق العقود، بقلايد الخود زرق الوشام، صافين من الغش صاغ سليم، صاغه سليم بنظم الكلام، صاغه في فنونه استاد، له ميز وعرف وقوة افتهام، فرح وطرب وبه زود فوز، كما مفطر الصوم غب الصيام، بقدوم له وقار وكار، ندب همام الرفيع المقام، ديما الندى مقرني عريب، منصل فيصل سليل الكرام، من محتدى فرع دوحات جود، للجود هام وذروة سنام، شيخ النفل بالعطا كل شيخ، وعي الكيات مداد الأقلام، وهاب شعث النضى والجياد، ومنفذ خزاين كنوز الحطام، وللضيف ريف الياه بهيف، خلي الوهد من وجود الطعام، صخي كف جزيل النوال، اللي غلت أيدي البخال اللئام، وحمام حيل الغنم والهروف، والكوم جل النياق الجسام، نادي فيه للناس اجتماع، كسوق بيع يلم الأنام، أو كعد وجمه غفير، والورد حولك كورد الحيام، بذا النيل وسرد الخيل، الياسك بعجاج الشتام، طعن جوف وقاطع وتين، بسنان ذا القلقنا والحسام، ورث السلاطين وابن الملوك، أسد الشريع جدع اللهام، أشبال وادي حنيفة ونور، حيطان حلت منازل دهام، قوم نعنى الحق ما يصدون، والله لهم في رجاه التزام، أهل سدد الملك للمسلمين، ونصارة الدين في كل زام، ومنشير رسم الهدى من قديم، ومطوعين أهلين استقام، وعنقد ما حين رسم الضلال، ومهفيزة ومطغاة الطغام، ومطوعين الجزيرة عموم، كل لهم تحت رسم الكمام، من طور سينا ليابو عريش، ومن المدينة ليواد الهشام، ونقران وعمان وارض جعلان، ومن الشمال المشاهد وشام، عصر لكم يوم عبد العزيز ابن سعود هزبر الإمام، هذاك يا من كسبت الجميل، عزوة عزاك العز الكرام، عسى ما نلتوب الأول تنول، وتاتي من الله بحبل اعتصام، وتملك في ملك جدك وابوك، وتملك اليافذ وحامن وسام، لعلني أبلغ من النفس فيك، ما دام لي فالحياة اغتنام. وسلامتكم بصوت أخوكم نايف أبو مطلق بن سعيد الشمري.